السلام عليكم خوتي، ومرحبا بكم كامل في قناة المعاش ديزاد. القناة اللي ديما تجيب لكم الجديد من مصادر رسمية وبطريقة مبسطة وواضحة. قناتكم اللي ما تنقلش إشاعات ولا كلام فيسبوك، بالأخبار مؤكدة من مصادر موثوقة، باش تكونوا ديما على اطلاع بالحقيقة وبكل جديد يخص فئة المتقاعدين والعمال في الجزائر. الخبر الرسمي والمفرح اليوم يخص فئة المتقاعدين، الفئة اللي خدمت البلاد سنين طويلة وتستاهل كل الخير. الوزير الجديد عبد الحق صايحي خرج البارح بتصريحات رسمية وتعليمات واضحة بخصوص التثمين السنوي للمعاشات وتحسين الخدمات المقدمة للمتقاعدين. وهذا ماشي إشاعة وماشي كلام مواقع التواصل، بل تعليمات رسمية صادرة من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي نفسها. الوزير ترأس اجتماع كبير صباح الخميس في مقر الوزارة، حضر فيه كل الإطارات تاع الصندوق الوطني للتقاعد. الهدف من الاجتماع كان تشخيص الوضع الحالي، يشوفوا واش تحقق من الإصلاحات السابقة وواش باقي لازم يتبدل باش المتقاعد يعيش مرتاح وياخد حقوقه في وقتها بلا بيروقراطية ولا تعب. من أولى كلمة الوزير كان واضح وقالها بالحرف: المتقاعد خط أحمر، وأكد أنه هذه الفئة لازم نحترموها ونوفروا لها كل الظروف باش تعيش بكرامة. خدموا البلاد، ضحوا بوقتهم، ومن حقهم اليوم يتنعموا بخدمات تليق بمقامهم. وشدد الوزير على الإطارات تاع الصندوق الوطني للتقاعد وقال: المتقاعد ماشي رقم في القائمة، هو إنسان خدم الدولة ولازم نخدموه براحة واحترام. أهم النقاط اللي ركز عليها الوزير: 1. تحسين جودة الخدمات في مكاتب الصندوق. قال لازم كيجي المتقاعد يقضي شغله ما يتقلقش، ما يتعذبش، وما يسمعش كلام يجرحه. يجب التعامل معه بابتسامة، إنسانية واحترام كبير. النقطة الثانية: القضاء على البيروقراطية. قالها صراحة: ما لازمش ملفات المتقاعدين تبقى محبوسة في الأدراج ولا تتأخر. ومن بعد دخل الوزير في نقطة مهمة بزاف: الرقمنة الشاملة. قال بالحرف: ما لازمش نبقاو نخدموا بالطرق القديمة، لازم نواكبوا العصر. يعني لازم تكون نقلة نوعية في تسيير الصندوق الوطني للتقاعد. الوزير وضح أن الهدف هو تحويل كل الخدمات إلى رقمية، من أول طلب للمعاش حتى آخر وثيقة. المتقاعد راح يقدر يدخل من هاتفه لموقع الصندوق، يشوف المعاش تاعو، يعرف شعال زاد التثمين، ويتلقى إشعار برسالة قصيرة كي تصرف الملحة. الهدف هو الراحة والشفافية، كل شيء واضح على الانترنت، لا بيروقراطية لا تأخيرات. والوزير شد بزاف على التنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة باش المشروع يطبق بسرعة في كل ولايات الوطن. قال لازم الرقمنة توصل حتى المناطق البعيدة والقرى، ويكونوا فرق ميدانية تساعد المتقاعدين كبار السن يتعلموا كيفاش يستعملوا الخدمات الرقمية خطوة بخطوة. والوزير أعلن أيضا عن مخطط خماسي جديد من عام 2026 حتى 2030. الخطة هذه الهدف منها ضمان استقرار الصندوق الوطني للتقاعد والحفاظ على توازنه المالي باش المعاشات تتصرف بانتظام وما يتأخروش كما صار من قبل. المحور الأول: ترشيد النفقات، ما يكونش تبدير. المحور الثاني: تحسين التسيير الداخلي ومتابعة الملفات إلكترونيا. المحور الثالث: ضمان صرف المعاشات بانتظام مهما كانت الظروف. وقال الوزير: من 2026 راح يكون نظام تسيير مالي جديد داخل الصندوق باش ما تكررش حتى أزمة ولا تأخر في المعاشات. المتقاعد لازم يكون مطمئن أن المعاش كاعو يوصل في وقته كل شهر بلا نقص ولا تأخير. أما بالنسبة للتثمين السنوي والزيادات المنتظرة، الوزير أكد أن التحضيرات راهي ماشية بوتيرة عالية، وكل الملفات راهم يرجعوها وحدة بوحدة باش التثمين يكون فعلي قبل دخول 2026. يعني إن شاء الله المتقاعدين راحين يشوفوا الزيادات تدخل في معاشاتهم مباشرة بلا تأخير. وقال بالحرف: ما تكونش 2026 كيما العوام اللي فاتوا، كل متقاعد لازم يلقى حقه في وقته. واللي زاد طمن الناس أنه التثمين راح يكون بعدالة اجتماعية، يعني اللي معاشه صغير راح يستفاد بنسبة أكبر. الهدف هو تحقيق توازن بين الفئات باش يعيش الجميع بكرامة. والملف اليوم ما بقاش مجرد حديث إداري، الرئيس عبد المجيد تبون شخصيا مهتم بالموضوع، والوزير قالها بوضوح: التعليمات جاية مباشرة من رئيس الجمهورية اللي حب يشوف فئة المتقاعدين مرتاحة ومطمئنة، وهذا دليل أن القضية مطروحة على أعلى مستوى في الدولة.
وفي الأخير الوزير ختم كلامه برسالة قوية: المتقاعد هو رمز الوفاء، وما نقدروش نردوله الجميل إلا بخدمة تليق بتضحياته. ولهذا راه يأكد أن التثمين السنوي راح يتطبق بانتظام، والخدمات راح تحسن، والرقمنة راح تسهل حياة كل متقاعد في الجزائر. ختام قناة المعاش ديزاد. هكذا خوتي كنا معاكم في تغطية شاملة لتصريحات الوزير عبد الحق سايحي الأخيرة، وبإذن الله راح نكونوا أول قناة تنقل لكم أي جديد رسمي حول الزيادات والتثمين السنوي والمعاشات. ما تنساوش تشاركوا الفيديو مع أصحابكم وخليوا تعليقاتكم تحت الفيديو لأن صوتكم يوصل من خلالنا ربي يفرحكم ويبارك في صحتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة المعاش ديزاد، صوت المتقاعدين في الجزائر.